وكان يقول لنا جلساء ما يمل حديثهم ألباء مغمونون غيبا ومشددا. لنا جلساء ما يمل حديثهم ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم من مضى، ورأيا وتسديدا وقولا مسددا، فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة، ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أحياء فلست بكاذب، وإن قلت أموات فلست مفندا. المهم عظموا الكتاب، واذكروا قول الملك الوهاب جل جلاله: اقرأ اقرأ، أمة تقرأ أمة تنهض وتترقى وترشد وتسعد بإذن الله تعالى. أمة لا تقرأ أمة تنحدر وتتهاوى. قد يقرأ الإنسان شيئا في كتاب فيكرمه الملك الوهاب سبحانه وتعالى بأن ينقله من ديوان إلى ديوان، وبأن يرقيه من حال إلى حال بكلمة مباركة ينور الله سبحانه وتعالى بها قلبه وبصيرته. كان أحد العلماء الصلحاء مكثرا من اقتناء الكتب والنظر فيها، فعاتبته زوجه أي امرأته، تعاتبه في كثرة الكتب وشرائها، فقال في شعر حسن يرقق القلب وقائلة: أنفقت بالكتب ما حوت يمينك من مال، فقلت دعيني. ولا يعرف الغرام بالكتب إلا مغرم بها، لا يفقه هذا من لم يجرب. وقائلة: أنفقت بالكتب ما حوت يمينك من مال، فقلت دعيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي في غد بيميني. قد أرى شيئا تتنور به البصائر وتحيا به الضمائر، ويكون سببا للانتقال من حال إلى حال، من ديوان إلى ديوان، من ديوان الغافلين إلى ديوان الخاشعين المتبصرين، من ديوان المبعدين إلى ديوان المقربين، من ديوان الأشرار إلى ديوان الأخيار والأبرار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم.